فضيلة الشيخ، أنا أبحث عن امرأة للزواج منذ سنوات ولم أجد بعد، وأشترط أن تكون ذات دين مع بعض المواصفات الشكلية التي أرغب أن تتوفر فيها، هل علي شيء في ذلك؟ لا تتشدد في الأوصاف للزوجة. إذا كانت صالحة في دينها مستقيمة على طاعة الله فإن فيها الخير إن شاء الله. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا أحد الإخوة يقول: لو كنت تاركا للصلاة فترة ثم رجعت وتبت إلى الله تعالى وبدأت ألتزم بالصلاة، هل علي قضاء للصلوات التي فاتت، علما بأنني لا أعرف كم صلاة ضيعتها لأنها كانت كثيرة؟ عليك بالتوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة في مستقبل حياتك، وأما ما مضى فالله يتوب عليك، تكفي التوبة. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول: جامعت زوجتي وهي صائمة صيام قضاء، ماذا علينا؟ أخطأت في هذا، عليك الاستغفار ولا تعود لمثل هذا. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول: جامعت زوجتي وهي صائمة صيام قضاء، ماذا علينا؟ أخطأت في هذا، عليك الاستغفار ولا تعود لمثل هذا. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول: في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، هل هذه القطيعة خاصة فقط بالوالدين، قطيعة الوالدين؟ رحم عام، كل قريب، والدين، ومقدمة الرحم الوالدين. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. والدي يميز بيني وبين إخوتي من حيث المساعدة في أمور الحياة جميعها، سواء زواج أو مسكن، كما أنه في بعض الأحيان يطلب مني المال لنفسه ثم يعطيه لأحد إخوتي علما أنه قادر، وأيضا هناك تفرقة في الميراث. يقول: أريد أن أعرف ما هو حق أبي علي إذا كان الوضع هكذا. حقه واجب عليك، وتتغاضى عما يتصرف فيه كما ذكرت، تصبر على هذا. نعم. حتى وإن كان يراه يا شيخ نوع من عدم العدل بين الإخوة؟ حسب الحاجة، إذا كان أحدهم محتاجا فإنه يخصه، يعطيه حسب حاجته، وليس في ذلك حرج. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أحد الإخوة يسأل عن حكم خروج المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في فترة الحداد لزيارة أمها. في النهار لا بأس بذلك، تخرج في النهار، أما في الليل فلا تخرج. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. إذا كان على سفر فما حكم قصر صلاة العصر وجمعها مع صلاة الجمعة؟ لا تجمع العصر مع الجمعة، لأن هذا لم يرد، ولأن الجمعة ليست من جنس العصر. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أحد الإخوة يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم في نهاية التلاوة؟ لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، فتركه أحسن. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. قال رجل: حرام علي دخول بيتك، وبعد فترة دخل البيت، ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين، تحريم الحلال يمين كما قال العلماء. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ما حكم من يصلي في البيت والمسجد قريب منه، وما صحة مقولة أو حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ الحديث بهذا اللفظ لا أعرف أنه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، إن القريب من المسجد لا تجوز له الصلاة في بيته، بل يصلي مع المسلمين. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ما حكم من يصلي في البيت والمسجد قريب منه، وما صحة مقولة أو حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ الحديث بهذا اللفظ لا أعرف أنه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
ولكن معناه صحيح، معناه صحيح أن القريب من المسجد لا تجوز له الصلاة في بيته، بل يصلي مع المسلمين. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول السائل: قبل 2 قمت بالعمرة، وفي بداية الطواف قبل الشوط الأول شعرت بأن وضوئي قد انتقض، ولكنني أكملت الطواف والسعي، فما حكم هذه العمرة؟ هل هي صحيحة؟ وماذا يلزمني أن أفعله الآن؟ ما دام أنك لم تتيقن حصول الحدث وأنت قبل على طهارة، فالأصل بقاء طهارتك، فطوافك صحيح إن شاء الله. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول: أنا عامل في مطعم ولا أستطيع أداء الصلاة في وقتها، وحتى صلاة الجمعة أيضا تفوتني لطبيعة عملي، فأقوم بأداء صلاة الظهر 2:00، وأنا أعلم أن هذا هو وقت نهي، فما هو توجيهكم؟ توجيه: لا تترك صلاة الجمعة وأنت قريب من المسجد، من الجامع، صل الجمعة ولا تقدم عليها شيئا. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. في السلام بعد التشهد الأخير، هل أسلم ووجهي متجه إلى القبلة ثم ألتفت يمينا، أم لا ألتفت إلا بعد إنهاء جملة السلام؟ السلام يكون مع الالتفات، يبدأ من الالتفات وينتهي بانتهاء الالتفات. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يسأل يا شيخ عن كيفية قصر الصلاة في السفر. الرباعية ركعتين، هذا القصر، أن يصلي الرباعية ركعتين. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ما حكم الرصيد المسترجع عند الشراء من بعض المواقع؟ فيقول لك: إذا اشتريت من عندي سوف تسترجع 1% من المبلغ الذي اشتريت به. لا يصلح هذا، لأنه يجذب الزبائن عن الناس، أصحاب البضائع وأصحاب، يقدم بضاعته كغيره من التجار أو الذين يعرضون البضائع. أحيانا يضعون تخفيضات. ما يصلح، لأن هذا يضر الآخرين. هنا. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ماذا نقول عندما نرى نعمة عند غيرنا؟ تقول: اللهم زده من الخير ولا تحرمنا من الخير. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يسأل عن قول الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. يسأل عن معنى رتقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كانتا رتقا ففتقناهما. نعم. يعني فتق الأرض بالنبات وفتق السماء بإنزال المطر. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول: أريد نصيحة من الشيخ حول الفتن التي تحصل، وكيف تكون النجاة منها؟ النجاة منها بتجنبها والابتعاد عنها وعن أهلها. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هل الرقية الشرعية التي نحملها على الجوالات تعالج العين والسحر والحسد؟ لا تعالج شيئا من ذلك، لا بد من القراءة مباشرة على المصاب. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أضع المنبه للصلاة فأحيانا لا يرن، وأحيانا أكون نائمة بعمق فتفوتني الصلاة، فهل يجوز أن أتصدق عن ذلك الوقت، وأن تكون عادة لي كلما أخرت الصلاة تصدقت؟ أبدا، إذا كان هذا بسبب النوم فلا مؤاخذة عليك، لله جل وعلا يعفو. إذا كان هذا بسبب النوم الذي غلبك، كنت ناوية القيام ولكن غلبك النوم، فإن هذا لا أثر له، فتصلين إذا استيقظت. نعم. وإن صامت أو تصدقت ما له أصل هذا. ما له أصل.
هنا. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. إحدى الأخوات من مصر تقول: أنا الآن مسافرة خارج مصر ومعي مبلغ من المال في البنك منذ 3 سنوات وعليه زكاة، فهل يجوز أن أدفع بهذا المال قيمة هدايا لأهلي ولأقاربي عندما أعود من السفر؟ تخرجين الزكاة أولا، والباقي تتصرفين فيه حسب حاجتك. لكن ما تدفع قيمة الزكاة كهدايا؟ لا، الزكاة تدفع للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين ذكرهم الله جل وعلا. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هل يجوز قتل القطط لأنها مزعجة في المنزل وحول المنزل؟ لا يقتل إلا المؤذي، لا يقتل إلا المؤذي بعد طرده نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هل يجوز لأهل بلد مسلم أن يتتابعوا على منع بناتهم من الخطاب الأكفاء بحجة أنهن صغيرات وأن الزمن تغير؟ لا يجوز لهم هذا، هذا من العضل، هذا من العضل، والمرأة بحاجة إلى الزواج والزوج والذرية، فلا يعضلوهن. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هل يجوز للمرأة أن تتصدق دون علم زوجها لأن زوجها يمنعها من الصدقة؟ الشيء اليسير كإعطاء سائل عند الباب أو نحو ذلك، أو جائع لا بأس تعمله، أما الشيء الكثير فلا بد من إذن زوجها. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر إذا دخل الوقت للظهر قبل مغادرته بيته؟ لا يجوز هذا حتى يشرع في السفر، أما ما دام في بيته فإنه يصلي صلاة مقيم. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أقرأ يوم الجمعة سورة الكهف عني، وأقرأها مرة أخرى بنية أن يكون أجرها لوالدي، وكذلك سورة الملك، هل هذا الفعل جائز وينفعه في قبره؟ لا دليل على ذلك، والقراءة لا تهدى للميت، وإنما الدعاء يدعى له بالمغفرة والرحمة. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. إحدى الأخوات تقول: أمي تحرضني على زوجي وتصفه بأسوأ الصفات، مع العلم أن زوجي رجل على قدر من التدين ويكن الاحترام والمحبة لجميع أهلي، فكيف يتم التعامل معها؟ وهل يجوز أن أطيل الغيبة عنها؟ لا تطيعي أمك في هذا، ما دام الزوج لم يحصل منه خطأ وهو معتدل في تصرفه فلا تطيعي أمك، لأن هذا ليس مشروعا الطاعة فيه. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. والدي رجل كبير في السن يفوق 80 سنة، منفصل عن والدتي منذ أكثر من 15 سنة، وقد تزوج من أخرى منذ انفصاله ويعيش معها في بيته، ووضعه في البيت سيء جدا جدا، فالبيت في حالة مزرية للغاية. يقول: وكلما طبعا حاولنا أن ننظف البيت أو نساعده ينهرنا ويزجرنا. يقول: معالي الشيخ، هل نحن آثمون على ترك والدنا بهذه الحالة؟ أنتم عرضتم عليه إزالة هذا المظهر ومنعكم من هذا، فأنتم وديتم الذي عليكم، الحمد لله. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان